ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. واسيب اللحمه بقى كده على نار هاديه تتعصج مع نفسها لحد ما العجينه ترتاح معايا. زي ما انتوا شايفين العجينه اهي بتاعتي ارتاحت، انا سبتها حوالي ساعه وربع. عايزه اقول لكم بقت، بصوا عامله ازاي، شايفين العجينه ناعمه خالص ازاي وعامله زي الملبن. كده الفطير بيتعمل معاكي بكل سهوله ويطلع مورق وجميل جدا، وتشكليه بكل سهوله. انا عملت ال5 كوبايات هعملهم فطيرتين، فطبعا قسمتهم كده على 4 كور، كل كورتين هعملهم فطيره واحده بحشيها والتانية بروح مغلفاها من بره. وطبعا سيحت زي ما انتوا شايفين زبدة بلدي مع شوية زيت يا بنات، بيبقوا حلو قوي. افرد بيهم بقى العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى هنا غلطة انا وقعت فيها، ان الخواتم وانا بعجن ضايقتني، بقت عمالة تقطع لي في العجين لانهم واسعين بيقعدوا يلفوا لتحت، فطبعا بقوا يشبكوا في العجين ويقطعوا لي فيه، بس مش مشكلة، كده كده لسه هحطها في طبقة تانية. وكده كده العجين بالمنظر ده، بس انا عشان شايفين ما شاء الله العجينة، بصوا بتفرد ازاي، جميلة جدا. عايزة اقول لكم حلوة قوي. اهم حاجة ما تسيبهاش اقل من ساعة. تجيبي بقى الطبقة التانية اللي انت كنت حاشياها وتحطيها في قلبها وتقفلي العجينة بتاعتك عليها وتدهنيها وتقفليها زي ما عملنا في التانية بالظبط. جبت كده الصينية بتاعتي وحطيتها وسبتهم يا بنات حوالي ربع ساعة يرتاحوا شوية. بعد بقى كده بتيجي بقى تحطي ايدك كده من النص وتروحي تقعدي تضغطي، الفطيرة هتفرد في الصينية معاكي على قد الصينية لوحدها، وشايفين تقعدي تضغطي كده في النص بالراحة، هتلاقي الفطيرة بتتشكل معاكي بكل سهولة.
فردت ازاي بسرعه. تقعدي تضغطي كده في النص كده بالراحه بتفرد معاكي وتملالك الصينيه. نعمل التانية بنفس الطريقه برضو، تضغطي كده في النص هتلاقي الفطيره بتفرد معاكي اهي، شايفين؟ لانها ارتاحت والعجينه طبعا واخده راحتها ولينه خالص، فما شاء الله بتجري معاكي. طبعا انا بقى مولعه الفرن بتاعي، لازم تكوني الفرن مولعاه ويكون سخن، ما ينفعش يعني تشغليه وتدخلي الفطيره على طول، لا لازم تكوني مشغلاه من قبلها بحوالي 3 دقايق كده، وتظبطيه على درجه 200 يا بنات. لازم درجه الحراره تبقى عاليه، الفطير ما بياخدش درجه حراره واطيه ولا متوسطه، بيحب درجه حراره عاليه عشان السمنه ما تفصلش عنه. زي ما انتوا شايفين هدخله بقى الفرن على درجة 200. هو ما على فكرة ما بياخدش معايا في الفرن عندي حوالي بتاع من 10 دقايق ل 12 دقيقة زي ما انتوا شايفين. بعد ما خرجوا من الفرن دي، يعني عايزة اقول لكم ايديا كانت حمرة ملهلبة من السخونية بتاعة الفطير. شايفين؟ مش عارفة امسكه اصلا، مولع. يعني قاعدة اتحايل عليهم اقول لهم طب سيبوه 5 دقايق يقولوا لي لا. بس مش عارفة امسكه خالص، وايديا طبعا ولعت، اتلسعت. شايفين؟ عمالة احاول، بصوا صوابعي احمرت ازاي، مش قادرة. طبعا هنا في الحالة دي كان لازم استعين بأي حاجة. رحت جبت المقصوصة بتاعتي، استعنت بيها عشان اعرف ان انا حتى ارفع الفطيرة. وبرضو ما كنتش عارفة اتحكم فيها، سخنة برضو، عايزة امسكها بايديا مش عارفة، بتقع وتتزحلق مني زي ما انتوا شايفين. يعني عايزة اوريكم التوريقة، عايزة اوريكم الحشو من جوه الشكل عامل ازاي، مش عارفة من كتر ما هي سخنة. بس طبعا الشكل باين قدامكم، وعايزة اقول لكم الطعم حلو قوي، واللي هيجرب هيقول. بس ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم والوصفه تعجبكم، كلكم تعملوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وان شاء الله بقى اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في وصفه جديده مع فرن.